واتل عليهم يا محمد نبأ ابني آدم بالحق، يعني القصة تأخذها بالحق، مش كلام، مش قيل وقال. من هم ابني آدم؟ قابيل وهابيل. باختصار ايش قصتهم؟ لما نزل سيدنا آدم عليه السلام من الجنة ومكث في الأرض، لأن عنده شهوة الولد أو غريزة أو الفطرة أنه يريد ولد، فأنجبت حواء عليه السلام الفوج الأول قابيل وأخت له، والفوج الثاني هابيل وأخت له. وكانت الشريعة فيما قبل ما في ناس أن يتزوج قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل حتى يكثر النسل. هذا في الشريعة التي مضت كان جائز. وكانت أخت قابيل جميلة جدا بخلاف أخت هابيل، فما عجبته هذه القسمة، قال أنا آخذ أخت هابيل وهي ليست بجميلة، وهابيل يأخذ أختي وهي يعني جميلة. اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. وكان هابيل كان يعمل في الزراعة، هابيل كان يعمل في رعي الغنم، وقابيل كان يعمل في الزراعة. فسيدنا آدم عليه السلام اخترع عليهم قرعة يعني يخرج كل واحد منهم يعني حظا أو نصيبا أو صدقة، فإذا قبلها الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار. فأخرج هابيل أفضل ما عنده بعجل سمين، وقابيل أخرج أسوأ ما كان عنده يعني رزمة أو حزمة من القمح. فتقبل الله سبحانه وتعالى عجل هابيل ولم يتقبل الحزمة التي أخرجها هابيل، فقال لأقتلنك. صار في حسد الآن بيناتهم. طب ليش تحسدوا؟ باللغة العامية اليوم ليش تحسد؟ وأنت أخرجت شيء أنت مش مطور نفسك، بس هذا واقع. اليوم تلاقي رجل متكلم، رجل عالم، رجل يفهم بكل شيء يحسدوه الناس. طيب ليش ما أنت تتفقه بين الإخوان؟ ليش ما تتفقه في علمك؟ ليش ما تطور نفسك قبل أن تحسد الآخرين؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. من قالها؟ هابيل قالها لقابيل، وهذه سنة الله عز وجل يتقبل من المتقين. أنت لم تتق الله سبحانه وتعالى وأخرجت أسوأ ما عندك، فكيف يتقبل الله سبحانه وتعالى؟ اليوم نحن في رمضان، إنما يتقبل الله من المتقين. بعض الناس متزوز داس على الصيام، على الصلاة، على غيره، كيف يتقبل الله عز وجل منك؟ قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نفسه يا إخوان وليس الشيطان. اليوم الكثير يبرر الشيطان نفسه عندما عصى الله من وسوس له؟ وسوس لنفسه النفس، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع تفهم ينفضل. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتكب أو ما أزهق دم مظلوم إلا كان على ابن آدم الأول. تخيل المعارك والحروب والقتل، كل سنة فيها قتل قابيل سيأخذ نصيب منها يوم القيامة. فلا تكن اليوم بعض الناس اليوم بسن سنة سيئة في مجتمعه في عمله. كل من جر إنسانا علمه عادة أو شيء قبيح بصحيفتك إلى يوم القيامة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا تكن اليوم مفتاح للشر. أي بنت علمت بنت على شرح الحجاب قالت لها سيبك من الكلام بصحيفتها إلى يوم القيامة. أول واحد نزل بالمايور أو بنت على الشر في البحار وعلم الناس على هذه العادات ظهر الفساد في البر والبحر بصحيفته إلى يوم القيامة. طبعا صحيفة الوزن. ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسلم يوم القيامة عما كانوا يعملون. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فالآن ما استطاع وين تروح بهذه الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الندم هنا ليس ندم على التوبة، بدليل النبي قال أنه كل واحد يقتل أصبح من النادمين، أنه مش عارف كيف يتصرف في هذا الموضوع، ليش ما احتاط له من أول. تمادي في المعصية. فخرج قابيل وترك آدم عليه السلام وترك حواء إلى حيث تركهم، ثم عوضهم الله عز وجل بعد ذلك بشيث وسام وغيرهم الذين نحن اليوم إن شاء الله من ذريته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والنفع. وقوم الله.